السلام عليكم. كل خيانة لها عنوان، وكل عنوان له قصة كبيرة. طبعا عنوان القصة يا إما حب كبير يا إما خيانة. طبعا النهاردة قصتنا جمعت ما بين الحب الكبير والخيانة. الممثل المعروف قادير دوغلو خان زوجته الممثلة التركية الأشهر على الإطلاق نسليهان أتاغول، وذلك بعد تداول فيديو لعدة ثواني وهو يحتضن إحدى الفتيات الشقراوات في إحدى النوادي الليلية. طبعا امرأة شقراء لم يظهر وجهها في الفيديو، ولكن ضجت كل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الثواني التي عنوانها الكبير هو الخيانة بعد حب كبير ما بينهم هما الاثنين. طبعا عاوز اقول ان القصة بدأت بينهم بالحب اثناء تصوير مسلسل فاتح حربية، وتحولت قصة الحب الى حب كبير انتهى بالزواج عام 2016. وكان الزواج حفل زفاف اسطوري كبير جدا حضروا كل المشاهير الاتراك والاحبة والاقارب. طبعا كانت نسلهان دايما بتضحي من خلال رفض الادوار المهمة والكثيرة. طبعا لان الادوار دي احيانا بتحوي على مشاهد ممكن تضره نفسيا او تزعله. هي كانت دايما مش عاوزة تزعله لانها كانت بتحبه حب كبير. كمان مش بس الموضوع وقف عند كده، لا بالعكس، هي كانت دايما بتاخده في كل المسلسلات او كل الادوار اللي هي بتكون بطلة فيها. وطبعا كانت دايما حريصة على انها تحافظ على الحب الكبير ده. طبعا عاوز اقول ان ده سبب غضب عارم في كل مواقع السوشيال ميديا، والناس كتير اعترضت على خيانته ليها، وخاصة بعد حب الكبير ما بينهم والقصة الكبيرة اللي احنا كلنا سمعنا عنها وعرفناها. طبعا معظم الناس اتكلموا عن الموضوع ده. وعاوز اقول كمان ان احدى التعليقات كانت غريبة إلى حد ما. أحد المعلقين بيقول: لا أمان لمن، أي لأي